أهلا الإخوة الكرام وتحية طيبة للجميع. أخبار تقول بأن المغرب في 2026 غادي يحرر السعر ديال الدرهم، يعني التعويم ديال الدرهم. غير هو هذا التعويم واش غادي يكون جزئي ولا غادي يكون كلي؟ وشنو التأثير ديالو على الاقتصاد المغربي والتأثير ديالو على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وشنو التأثير ديالو كذلك على الشركات الصغرى والمتوسطة؟ واش الاقتصاد المغربي غادي يستفد إيجابا ولا غادي نشوفوا أضرار اللي هي جانبية؟ خاصة أن والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجوهري تيتردد من 2018 باش يدخل في هذه العمليه ديال التعويم، لكن صندوق النقد الدولي تيقول له عندك من الامكانيات باش تحرر السعر ديال الدرهم وتقوم بالعمليه ديال التعويم. اذا تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك والاشتراك في القناه باش ديما نوافيكم بالجديد. الاخوان باش نعرفوا اولا شنو هو التعويم ديال الدرهم اللي باغي يدخل فيه المغرب ابتداء من 2026 بالتوصيات طبعا ديال صندوق النقد الدولي، خصنا لابد نعرفوا شنو هو النمط اللي تنتمشاو عليه. دابا تنعرفوا ان السعر ديال الدرهم حاليا مدعم من طرف الدوله المغربيه ومن طرف البنك المركزي اللي هو بنك المغرب، وتيبقى السعر اللي هو ثابت، يعني 1 دولار تيساوي لنا 10 ديال الدراهم، و1 اورو تيساوي لنا 11 درهم. يعني اي مواطن بغى يمشي للخارج على حسب المنطقه اللي غادي يمشي لها، الا كان غادي يمشي لاوروبا راه تيحول الفلوس ديالو بالدرهم تيحولها للاورو، والسعر اللي هو ثابت يعني تيساوي 11 درهم، مع بعد اما بعد التخفيض ولا بعد الصعود اللي هو تيكون ضئيل جدا. هنا عاوتاني السيد اللي باغي يمشي مثلا للولايات المتحده الامريكيه ولا شي دول اللي تتعامل بالدولار راه تيصرف داك الدرهم ديالو على حساب الدولار على حساب الصرف اللي كاين، يعني 10 ديال الدراهم ما تيتعداش ولا تتكون طالعه ولا هابطه شويه. هذا هو النمط اللي تنمشيو عليه، لكن التوصيات ديال صندوق النقد الدولي اللي تتعطينا القروض الدوليه تجعلها انها تحكم لك في الاقتصاد المغربي وتتفرض عليك بزاف ديال الشروط. علاش هاد الشروط؟ لانك ما استطعتيش انك ترد لها الفلوس ديالها وترد لها الفوائد ديالها، وبالتالي فيما تاخذ شي قروض جديده تيفرضوا عليك اعاده الجدوله واعاده الهيكله، وتيفرضوا عليك انهم يدخلوا لك في الاقتصاد الوطني، وتيفرضوا عليك ان الحكومه ديال البلاد ديالك تهز يديها على القطاعات ديال الوظيفه، مثلا بحال التعليم، مثلا بحال الصحه، وتتقول لك خصهم يدخلوا للخصاصه، لان الهدف ديالها كيفاش ان المغرب يولي ينتج الفلوس والحكومه تستافد من الضرائب وما يمشيلاش واحد الجزء كبير من هذه الاموال للخدمات الاجتماعيه مثلا التعليم والصحه، بس صندوق النقد الدولي يرد فلوسه. اذا الى الحكومه ما قداتش ترد لها الفلوس ديالها هنا تتبقى دير لك توصيات. وكانت عده اجتماعات ديال صندوق النقد الدولي مع والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجوهري. تقريبا التعويم ديال الدرهم كنا تنسمعوا عليه من 2014، لكن في 2018 بدينا تنهضروا بان راه فعلا المغرب راه غادي يدخل في التعويم ديال الدرهم. اذا شنو هو هذا التعويم ديال الدرهم؟ يعني الدوله غادي تهز يديها على الدعم ديال الدرهم المغربي، وبالتالي الا كان 1 دولار تيساوي 10 درهم غادي يولي 1 دولار تيساوي اما 15 درهم ولا 20 درهم. هذا هو التعويم ديال الدرهم، وغادي يخلي الصادرات المغربيه او الواردات اللي تجي للمغرب منها للسوق. يعني التحرر ديال الدرهم على حساب العمله الصعبه اللي عندك في بنك المغرب وعلى حسب الصادرات اللي قادر انك تنتجها او تصيفطها لبلدان اخرى. مثلا باش نبسطوا الفكره، المغرب تيقول لك عنده من الصادرات ديال صناعه السيارات، عنده الفوسفات، عنده صادرات اللي هي فلاحيه. مثلا الى صدرنا سياره وحده مثلا لاوروبا وكنا تنصدروها بالسعر القديم، يعني 1 اورو تيساوي 11 درهم، غادي ناخذوا في ديك السياره 10 ديال المليون. مع التعويم ديال الدرهم غادي يولي السعر ديال الدرهم 15 درهم مقابل الاورو، يعني غادي نوليو ناخذوا في ديك السياره 15 المليون، وبالتالي زياده ديال 5 المليون غادي تدخل للسوق المغربيه من الصادرات ديال المغرب. ماشي هذا هو المشكل، يعني كاينه واحد السيوله ماليه اللي غادي تدخل للمغرب. المشكل في الواردات، المشكل في القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي. مثلا في القطاع الفلاحي واللي متاثر حاليا بالجفاف، تنعرفوا ان المغرب تيصدر الطماطم، تيصدر الحوامض، وبالتالي تيصدرها بالسعر ديال الدرهم، يعني 1 اورو تيساوي 10 ديال الدراهم. مع التعويم ديال الدرهم غادي يولي يسوى تقريبا 1 اورو 15 درهم ولا 20 درهم. الى صدرنا الطماطم راه غادي نزيدوا مزيد من السيوله، وبالتالي ديك الاموال اللي غادي تضخ مثلا في المجال الفلاحي ولا في المجال الصناعي غادي تساعد مثلا الفلاحين ولا تساعد القطاع الصناعي على مزيد من الانتاج، وبالتالي الصادرات ديالنا غادي يولي عليها الطلب كثير في اوروبا ولا في دول اخرى، لان الثمن ديالها طايح وغادي يولي عليها واحد الطلب كبير، وبالتالي حتى الانتاج غادي يتزاد، لان
باننا تزادت لنا واحد السيوله ماليه على النمط القديم. غادي نهضروا مثلا على الواردات واللي هو المشكل الكبير. تنعرفوا ان القطاع الفلاحي تيتاثر حاليا بالجفاف، اذا المردوديه الانتاجيه غادي تكون قليله في السنوات القادمه. وتنعرفوا بان القطاع الفلاحي يعتمد على الواردات، خاصه المواد ديال الكوتاغوت وكذلك البذور وكذلك الادويه ديال المواد الفلاحيه. اذا هذاك الفلاح غادي تزاد له واحد العبء، واخا غادي يقدم الصادرات ديالو وغادي يجيب مزيد من الدراهم، لكن غادي يتاثر بالثمن الباهظ ديال الواردات. يعني الادويه غادي يرتفع الثمن ديالها، كذلك المسائل ديال الري وخاصه اللي تيستوردها المغرب من اسرائيل، وهادو كلهم تيتخلصوا بالدولار. اذا غادي يولي واحد العبء كبير على ذاك الفلاح، وبالتالي ربما لا قدر الله ان الانتاج الفلاحي يرجع مع التوالي ديال السنوات ديال الجفاف. وهذه المساله ديال الجفاف غادي تاثر على التعويم ديال الدرهم بالنسبه للمجال الفلاحي. غادي نمشيو للجانب ديال المحروقات. المغرب مثلا تيستورد برميل ديال المحروقات بالنمط القديم، يعني تيسوى 200 دولار ولا 300 دولار بالسعر القديم ديالو، يعني 3000 درهم. الا مشى التعويم ديال الدرهم او التحرير ديال سعر الدرهم غادي نوليو تقريبا تيسوى 1 دولار ب 15 درهم ولا 20 درهم. اذا بشحال غادي يتقام علينا داك البرميل ديال المحروقات اللي غادي يجي للمغرب؟ تقريبا غادي يتقام علينا بواحد 4500 درهم. هنا المشاكل ديال التعويم. وشكون اللي غادي يخلص هذا الشيء هذا او هاد الواردات هذا؟ خص الاقتصاد او الصادرات ديال المغرب خصها تكون قويه وقويه بواحد الشكل اللي تنافس الواردات، وبالتالي يكون واحد التوازن، ما كاينش الخلل ما بين الصادرات وما بين الواردات، بالقوه اللي تكون الصادرات بالقوه اللي تكون الواردات، باش يكون هذا الحجم ديال التعويم ديال الدرهم مع الدولار متوازي ما بين الصادرات وما بين الواردات. اذا هذا عبء كثير. اذا خصنا الاقتصاد ديال المغرب يكون بواحد القوه اللي هي كبيره باش ينافس الواردات اللي تيستوردها المغرب من برا. هذا الشيء كله شكون اللي غادي يخلص هذه الضريبه؟ غادي يخلصها المواطن. اذا هذا الشيء غادي يكون بواحد الاثر اللي هو سلبي على المواطن. كيفاش غادي يكون باثر سلبي على المواطن؟ لان القدره الشرائيه ديالو ضعيفه. علاش ضعيفه؟ لان السميك عنده 3000 درهم، وبالتالي غادي يكون واحد الارتفاع كبير ديال الاسعار اللي ما غاديش يقد عليها المواطن المغربي. وكذلك غادي تاثر الشركات المتوسطه والشركات الصغرى بهذا التعويم ديال الدرهم، وما غاديش يقدروا يسيروا الغلاء ديال المنتوجات اللي جايه برا. شكون اللي غادي يستافد من هذه العمليه ديال التعويم؟ غادي يستافدوا منها السياح الاجانب. مثلا واحد السائح جاي من الولايات المتحده الامريكيه وجايب تقريبا 10000 دولار اللي غادي يخسرها هنا في المغرب. بالنمط القديم 10000 دولار تعطيه 10 ديال المليون، بالنمط ديال التعويم ديال الدرهم 10000 دولار تعطيه 15 المليون. فعود ما يشري منتوج واحد غادي يولي يشري جوج ديال المنتوجات، غادي يمشي يتسارى، غادي يمشي يزور المنتجعات السياحيه وما غاديش يفكر نهائيا في الفلوس، لان تقريبا 5 المليون كلها تزادت له مع التعويم ديال الدرهم، وبالتالي استقطاب مزيد من السياح، لان الوجهه المغربيه غادي تكون تقريبا باقل التكلفه بالنسبه للنمط القديم. لكن مع مراعاه الحفاظ على السعر الحالي، مثلا الوحدات الفندقيه تبقى محافظه على السعر، ما تزيدش في الثمن. مثلا المواد الاستهلاكيه ما تزيدش، وهذا صعيب لان الواردات راه هي جايه بالتعويم ديال الدرهم وزايده على الشركات المتوسطه والشركات الصغرى. اللي ما غاديش تقصح هي الشركات الكبيره اللي عندها راس مال كبير وتابعه للسوق الداخليه ولا السوق الدوليه. لكن بالنسبه للشركات المتوسطه واللي هي العمود الفقري ديال الاقتصاد المغربي، وكذلك الشركات الصغيره غادي تاثر بواحد الشكل كبير. الا ما كانش عندها واحد السيوله وما كانش عندها مثلا واحد الرواج في السوق الداخليه راه غادي تاثر وربما تتعرض للافلاس. غادي تستورد واحد المواد اللي هي غاليه الثمن، وبالتالي القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي غادي يولي يدوز من جبهه وما يشريهاش، وبالتالي غادي يوقع واحد الركود لا قدر الله اقتصادي. ما غاديش نسبقوا الاحداث ونقولوا بان السلبيات ديال التعويم ديال الدرهم المغربي راه غادي تاثر على الاقتصاد المغربي. هذه التجربه هذه خصنا حتى نمارسوها وحتى نشوفوها، واكيد القضيه ملي تدخل فيها صندوق النقد الدولي راه اكيد تتكون عندها تاثيرات اللي هي سلبيه وتاثيرات اللي هي جانبيه. في الاول وفي الاخير شكون اللي غادي يدفع الضريبه؟ هو المواطن البسيط، لان السميك ديالو محدود، الدخل ديالو محدود. اللي ما غاديش يتاثر هما الناس اللي عندهم دي صالير كبير وما تيفكروش نهائيا في القوت اليومي. حتى لهنا تيسالي الفيديو ديالنا. تحياتي الاخوه الكرام.